إني ما عاد أقدر أكمل، والله تعبت، حقيقة تعبت والله، لكن بحاول أطلع القستين هذه. جيبي زيت زيتون، اقرأ عليه. نبي نقرأ الرقية ونبي نقرأ سورة البقرة، رافضة علينا بالمرة لمدة 5 ليالي متتالية. هي أو أي أحد في البيت عندكم يعاني من مشكلة، أو من كل من يسمعني مصاب بعين أو بحسد أو بسحر، يفعل ما ذكرت. والآية رأيت إنه أختي مريم وأختي الثانية طالعين للسوق، ولما رجعنا للبيت دخلت المطبخ حق بيتنا، لقيت المطبخ متغير، مو مطبخنا اللي أنا أعرفه. البيت حتى نفسه مو بيتنا. عيدي عليه. شكرا يا دنيا، الله يكثر خيرك. عيدي عليه. رأيت يا شيخ إني أنا وثنتين من خواتي طلعت للسوق، فلما رجعنا للبيت دخلت البيت ودخلت المطبخ، لقيت المطبخ متغير، ما هو مطبخنا اللي أنا أعرفه، متغير تماما تماما. وحتى البيت ما أحس ببيتنا، بس هو بيتنا. والمطبخ متغير، الأثاث حق المطبخ، وكان الدولاب حتى مو مرتب شكله، يعني في كل زاوية دولاب ومو بمتراص جنب بعض. رحت بأمي ورحت لقيت أمي جالسة على عتب البيت، وكأن أمي يعني متضايقة، وأمسك أمي قلت يما مطبخنا وين؟ هذا مو مطبخنا، مطبخنا وين؟ وساكتة ما ترد علي وهي متضايقة، وأهزها وأنا أبكي، يما مطبخنا وين؟ مطبخنا وين؟ قالت مطبخنا أخذه أخوك علي، البيت بندر أخوك ساكن في بيت جديد جنب واحد اسمه نايف ويبغون مطبخ جديد، وأخذوا مطبخنا. وأنا أقعد أبكي، لا أبغى مطبخنا، أبغى مطبخنا، وأبكي وأنا أصحى من المنام وأنا قاعدة أبكي وأشهق. وانتهى. الوالد وينه؟ موجود. عندكم مشاكل ديون أو مشاكل برزقكم أو تعثرات في الرزق خاصة؟ بالضبط يا شيخ. الوالد عليه ديون، عليه التزامات، وعندكم مشاكل قاعدة تحوس عندكم برزقكم؟ الوالد لا إن شاء الله، بس أخواني وإحنا يعني مرة والله موقفة حياتنا كلها مشاكل أصلا. تعثرات كلها أغلبها بالرزق. بالضبط يا شيخ. الناس من حولنا كلهم يشوفون إن إحنا يعني الحمد لله، بس إنه ما يشوفونكم بحال أفضل من الحال اللي أنتم فيه واقع. بالضبط بالضبط شيخ كذا. هذا المنام يدل على أنه ربما يكون في أحد ضركم شكرا يا آلاء، ضركم في رزقكم، ربما يكون في أشخاص ضركم برزقكم من حسد أو غيره. علشان كذا لأنه المطبخ وتغير المطبخ هذا يدل على رزق، فيه أذى في رزقكم، لازم تتحصنون يوميا وترقون أنفسكم. الشيء الثاني، خليني أسألك، أنت مزوجة ولا لا؟ لا يا شيخ، مخطوبة. مخطوبة. إيه. كم عمرك؟ 25 ولا أكثر؟ 28. إيه. في أحد غيرك في البيت لا زالت عزباء أو شباب ما تزوجوا؟ إيه، في وحدة عزباء ما قد تزوجت، وفي وحدة مطلقة. شوفي المنام طبعا تشوفون في طياته. شكرا يا تسلمين يا دنيا، الله يكثر خير. المنام في طياته خير، وفيه فيه خير وفيه خير إن شاء الله، لكن يبدو إنه أصبتوا بأذى بحسد، لكن ترى في طياته خير. تغير المطبخ هذا يدل على، أسأل الله أن يكون كذلك، على أنه ربما يخرج من منزلكم أكثر من شخص بزواج أو بوظيفة أو برزق. أنت واحدة منهم، وأسأل الله أن تكون كذلك الأخت الثانية ولا منفصلة، والشباب الموجودين يخرجون برزق، تخرجون من المنزل برزق، الله أعلم ايش تكون، ولكن بالغالب زواج ووظائف. نعم. ولكن تحصنوا الأهل دائما، حصنوا منزلكم من كل سوء. الله يعينك يا شيخ. الله يسعدك. أنا مفكرة إني أسوي رقية المنزل اللي أنت قلت عليها، بس عندي وحدة من خواتي شخصناها وديناها لكذا كذا شيخ وكذا حرمة. آخر شيء وديناها المعالجة، قالت معها مس كافر. لأنه يا شيخ إحنا
نبي نقرأ الرقية ونبي نقرأ سورة البقرة، رافضة علينا بالمرة، وما تبينا حتى نقرأ رقية في البيت. تقول أنا قاعدة أقرأ رقية، خلاص رقيتي تكفي، وإحنا ما نشوف رقيتها تكفي. وغير كذا تعرض عن بعض الأشياء اللي إحنا بنسويها. يعني مثلا الحين أنا لا جيت بشغل مثلا رقية في البيت أبدا ما تبغى، إذا جيت بشغل قرآن بس قرآن عادي في البيت ما تبغى. الدعاء يا ماريا، الدعاء بس تبغى رقيتها إيه، فهمتني؟ ادعي لها دائما، ادعي لها الدعاء اللي سمعتوه دائما أقوله: اللهم فك رهان أختي فلانة المرهونة، ثم اذكري فيها حتى مس الشياطين من العين والسحر والحسد، ومس الشياطين وأذاهم وانتقامهم والعاشق من الأذى. ثم حاولوا تشغلون في البيت عندكم سورة الصافات، لأنه أغلب الأذى من الشياطين من مردة الشياطين. في سورة الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، حتى آخر سورة الصافات. هذه إذا قرأت في البيت بإذن الله سبحانه وتعالى تصفد المردة وتخرجهم من المنازل. لذلك أنا أوصيكم بتشغيل سورة الصافات في بيوتكم مكرر. طيب يا شيخ، هل المس اللي معاها الكافر نقدر نحرقه بآيات تخرجه بإذن الله سبحانه وتعالى بدون حرق بدون شيء، تخرجه بإذن الله سورة الصافات وآية الكرسي بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك سورة البقرة تشغل في البيت. حاولوا انكم تشغلون سورة البقرة، الصافات، وسورة الزلزلة، وتقرؤون آية الكرسي بكثرة وكلمة التوحيد يا ماريا. نعم. استودعت الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا تقريبا الحلم حلمته الأسبوع اللي طاف. تفضلي. يا شيخ قبل بس عشان أقول الحلم، أنا أبوي في المستشفى في العناية المركزة، فأنا في الحلم كنت صحيت من النوم وعلى أساس إني بروح مع أخواني للمستشفى أزوره، لكن حصل بيني وبين الوالدة جدال، فرجعت الغرفة إني أنا قلت إنه خلاص ما عاد أروح. إلين جت أختي الكبيرة وقالت لي فسخت العباية، قالت لي والله ما أروح إلين تروحين معي. قلت لها يا بنت الحلال ما عاد بني ورايحة خلاص. ويدخل أخوي الثاني وقال نفس الكلام، قلت خلاص بس بقوم أغسل وجهي وإن شاء الله ألحقكم. رحت الحمام وانت بكرامة وطالع في المراية إلا أشوف تحت الفم من الجهة اليمنى في وحمة زي الوحمة كذا مكتوب عليها ورم، والجهة الثانية من الفم كان في زي الكيس ينتفخ وداخله كور. في بالي إن الكور هذه واضح إنها ورم، وانتفخ الكيس هذا وانفجر وطاح اللي بداخل الكيس هذا. تو بروح أعلم إخواني وأقول لهم دام إننا رايحين المستشفى إنه خلاص مرة واحدة أروح الطوارئ، إلا سبحان الله جنب الكيس اللي انفجر الخد عندي في زي الكائن يحفره من داخل من جوا الفم، وطلع لي حلزون وطاح في الأرض وانكسرت الصدفة حقته. وشلت الحلزون بروح أعلم إخواني عنه، إلا أدخل غرفتي كلها دخان كأن في شيء محترق بس ما في نار. وتو بعلمهم بشوف الكهرب إلا صحيت من النوم. هذا متى شفتيه؟ تقريبا الأسبوع اللي طاف. الوالد وش عند الوالد؟ الوالد صار عليه مشكلة، توقف القلب عنده، والآن حاليا في العناية مركزة في غيبوبة، صاير عنده ضمور في المخ. الله يشفيه آمين. يطمنكم عليه يا رب. آمين يا رب. معلش دقيقة، كم صار له بالمستشفى؟ تقريبا الحين 21 يوم. وهذا المنام متى شفتيه؟ تقريبا الأسبوع اللي طاف يوم الأحد يمكن. من هو أكبر أخوانكم في البيت بعد الوالد؟ أكبر أخواني أخوي من أبوي. وأنت إيش موقعك في البيت الآن حاليا؟ أنا الوسطى. لكنه أنت أكثر واحدة في البيت تديرين الأمور ويعني مهتمة فيهم، يعني كأنه يسند عليك أكثر من أمر. أيوة. غير متزوجة؟ لا مطلقة يا شيخ. أنت تعانين بمشاكل بالرئة أو بالصدرية، منطقة الصدر؟ عندي بس التنفس، بس مش على طول،
يعني أوقات أجهد نفسي. أيوة. وش اللي عندك؟ ضيق بالتنفس. هذه أشياء صدرية. نعم. أيوة. أول شيء أسأل الله أن يحمي الوالد. أنا آمين يا رب. راح يعني أقول لكم شيء، راح أقول لك شيء ضروري تسوينه. أول شيء ترقين نفسك. هذا المنام تستفيدين منه جزئين. أول شيء لازم ترقين نفسك أنت رقية شرعية حتى يزول هذا الهم والأذى اللي أنت فيه، لأنه في عقبة أمامك وتعثر، وعندك المشكلة حتى اللي بالصدرية. أنا ليش قلت بالصدرية؟ الحشرات. عندك مشكلة بالصدر، لازم تعالجين المشكلة هذه، لأنه أساسا ما راح حتى لو أخذتي أدوية. أنت تاخذين بخاخ أحيانا؟ لا 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 يا شيخ ما عندي. ما تاخذين. طيب بمشيئة الله ما راح تحتاجين شيء، لأنه أنت المفترض أنه ترقين بسورة الفاتحة والفلق، وتدهني الصدر ليليا، منطقة الصدر ليليا بسورة الفاتحة ولا والله إني ما عاد أقدر أكمل، والله تعبت حقيقة، تعبت والله، لكن بحاول أطلع القسطين هذه. جيبي زيت زيتون، اقرأ عليه سورة الفاتحة وسورة الفلق، في منطقة الصدر تمام. ليليا. تمام. روحي للوالد. الوالد ما يعي عليكم شيء صحيح؟ لا لا. طيب ادعوا له، ادعوا له. كم عمره قلتي لي؟ عمره 65 يا شيخ. شكرا يا دنيا. اسكت. حاضر. طيب الله يطمنكم عليه. ادعوا للوالد، ادعوا للوالد، واكثروا من الدعاء للوالد، وارقي نفسك انت حتى يزول الهم اللي انت فيه، لان في بشاره خير امامك. شوفي، في صعوبه راح تواجهينها، في صعوبه راح تواجهينها، وربما يكون في هم وقلق اليومين القادمه، راح تمرين بشويه هموم، ثم تراها راح تنجلي تماما وتتغير الاحوال 180 درجه، واسال الله ذلك. فيها رزق، وفيها ان شاء الله زواج، وفيها صلاح، وفيها فلاح. الوالد حاولوا بجهد المستطاع انكم تدعون له. اللي بيروح منكم يزوره يجلس قريب من عنده، من عند الاذن، ولا تقول له قل، انت على طول تجلسين عند اذنه قريب من عنده وتقولين لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله، ترددين كلمه التوحيد. طيب يا شيخ احنا نرقي الوالد لنا تقريبا من يوم ما طاح الوجه احنا نرقيه في المستشفى. ارقوه بكلمه التوحيد بسوره الفاتحه. تمام. لأن يا شيخ اليوم زاره شيخ طالبين منه يجي يقرأ عليه، قال إن الوالد فيه عين. أنا قلت قربوا من الوالد، استغلوا الفرصة وروحي للوالد، اقرأوا عليه سورة الفاتحة وكلمة التوحيد، تكون عند أذن الوالد قريب جدا من السمع من عنده. لا إله إلا الله وبسورة الفاتحة بنية شفاءه. أسأل الله أن يكفيه، لا تقرؤون عليه كثير، يكفي كلمة التوحيد والفاتحة. تمام يا شيخ، ما تكسر يا شيخ، شكرا لك. لما ماري يفتي. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ عندي رؤيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنت مين؟ كيف حالك يا شيخ فهد؟ الله يسلمك. أبا فيصل. نعم طال عمرك، كيف صحتك؟ طمني عليك. يا مرحبا ومسهلا. أنت متى دخلت معنا في القسط؟ أنت اللي طلعت لي بيض الله وجهك وجه المشرفين، وهذا طال عمرك شيء عظيم، وأنا طال عمرك فخور والله إني معك يا شيخ. والله الله يرضى عليك ويكتب أجرك. هذا عندي مشرف سميتها المشرف الغامض، يلقط الأسماء اللي أنا بأشوفها، أرسل علي أنت وأرسل علي ذا، وكل شيء يرسل لي واحد، والحمد لله أنا قدرنا نستطيع نطلع الشباب، وكذلك هذا من حظنا معاكم يا شيخ فهد. شرفني والله. أنا طلبت القسط والله. أول شيء أسلم عليك يا مرحبا. والشيء الثاني اعلم يا شيخ فهد أنك على ثغرة من ثغرات هذا الدين، وأسأل الله أن يوفقك وأن يعينك وأن ينصرك، ونسمع ونرى ودخلنا بثوث طال عمرك وسلامه للمعارضين واللي طال عمرك يتكلمون عن الرقاه وعن الناس الطيبين شروا هذا الوجه. فأسأل الله أن يكتب أجرك وأن يغفر ذنبك وأن يعلي شأنك وأن يزيدك من واسع فضله. آمين. ويقول يا رب. الشيء الثاني أنا أشكر الداعمين عندك وعلى رأسهم طال عمرك واحد، الله يوفقه وييسر أمره ويكتب أجره دنيا وآخرة، لا هو ولا اللي موجودين عندك في البث. واعلم أننا نحبك وندعي لك، أنت تقفل البث وتروح عند عيالك، ترى إحنا ندعي لك بظهر الغيب. الله يرضى عليك، هذا اللي أبغاه أنا. صالح الأعمال. الأمر الثاني يا شيخ فهد، أنا يمكن قبل يومين أو ثلاثة صليت الفجر ورجعت نمت ورأيت رؤيا والله ما أقلقتني يا شيخ حقيقة، لكن الناس الخير اللي فيهم الخير نسألهم مثلك وشرواك. فالرؤيا طال عمرك بعد الفجر، يعني أنا كنت أسولف أنا وزوجتي، بعدها رجعت نمت في المنام يا شيخ كأني طال عمرك في مزرعة عندنا في الديرة،
وانت تعرف طال عمرك المسحاه اللي تجي فيها مثلث وتجي مربعه طال عمرك، معروف. فكأني انا وزوجتي الله يحفظها ويوفقها ويبارك فيها ويسعدها دنيا واخره كانت معي يا شيخ، ورأيت كأن فيه وزغة كبيرة يا شيخ فهد، ما هي بالوزغ لا، وزغ مليانة وحتى تشوفي عنها بتنفجر من العافية وكبيرة. ثم بعدها طال عمرك أنا كانت المسحاه معي، وشوية لو ان زوجتي تقول لي أحمد شوف الحين الحية جايتك يعني ال الوزغ هذا يعني ما بين حين وحين يعني تحول إلى طال عمرك ثعبان، أنا ضربت بالمسحاه، فضربت طال عمرك يعني شيء طلع لي ثاني اللي هو طال عمرك جلد طال عمرك لونها لون جلد الزرافة ووجه البقرة، فما أدري هي زرافة أو بقرة. الشاهد أني ضربتها يا شيخ بالمسحاه في الرأس، وبعد ذلك طال عمرك سلامة في المنام رأيت وإذا بزوجتي طال عمرك سلامة تحت يدي، وإذا بسكين طال عمرك سلامة أمامي. تعرف شيخ فهد الشفرة الشبرية، ومسكتها طال عمرك والسلام وقلت أنا أبغى أريحها من التعب هذا، أقولها في نفسي أنا، فأخذتها طال عمرك وقمت أذبح في زوجتي، فالسكين جت على طال عمرك سلامة شفتها العليا وعلى لسانها، فقلت لا بنزل طال عمرك تحت وأبغى أريحها وأبغاها يعني تموت وهي مرتاحة، وذكيتها وهي تذكر الله عز وجل ووجهها طال عمرك سلامة كالبدر. بعدها طال عمرك سلامة صحيت من النوم، فلا أدري والله يا شيخ فهد عن هذا الرؤيا. ما شاء الله تبارك الرحمن. أسأل الله أن يكفيكم كل من فيه شر من الإنس ومن الجن. آمين. إذا كانت زوجتك غير مطمئنة أو تمر ببعض القلق وبعض الهموم وبأحزان وقلة في النوم أو خلاف نفسي أو خلاف مع أحد، خاصة من معشر النساء، هذا يدل هذا المنام مبشر جدا، لا تقلق منه، بالعكس هذا من أجمل المنامات اللي تشير إلى أولا يصرف الله سبحانه وتعالى عنكم سوء نساء وكيدهم وتمثيلهم، يظهرون لكم ويبطنون، يظهرون الحب والوقار ويبطنون السوء، يصرفهم الله سبحانه وتعالى وهم ربما يتعايشون معكم. الشيء الثاني قتل المرأة أو ذبح المرأة بالسكين أو بالشبرية أو أيا كان، ولكن بآلة حادة، هذا يدل على السكينة اللي ستقع في قلب هذه المرأة بسببك أنت، سيقع في قلبها سكينة واطمئنان، وستستقر أحوالها في الأيام القادمة أكثر مما كانت عليه سابقا، وبتكون أنت المتسبب في هذا، أما بدعاء أو بطمأنتها على وضعها وصحتها أو معالجتها إذا كانت تعاني من مشكلة. يعني زبدة الكلام راح تستقر أحوال زوجتك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأحوالكم جميعا، ولكن هي خاصة ستستقر أحوالها، والله أعلى وأعلم. الله يجزاك خير ويرحم والديك ويكتب أجرك ويغفر ذنبك ويرفع شانك. بارك الله فيك يا شيخ فهد. وياك لن تراني يا شيخ فهد، يا شيخ فهد مهما طال عمرك ولا عليك أمر، أنا تراني أخوك، وأنا أتكلم الآن مع الشيخ عايض القرني أبو عبد الله، والله إني أطالع في الشيخ عايض القرني عند الشيخ فهد، والله كأنه الشيخ عايض. الابتلاء طال عمرك والسلامة عظيم، والمحاربين لك كثير والمحبين لك أكثر، فأسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يعيننا وإياك وأن يصبرك على كل ما أوذيت فيه. تبغين تسألينه؟ اللهم آمين. طيب شيخ فهد تسمح لي بس، هي رأت رؤيا، هي شوفها جنبي تسمعك الآن. ما يخالف خلت. أيوة أنا والله شفت الرؤيا قبل أمس، هي شافتها أمس، تقول في المنام طال عمرك والسلامة رأت أنها طال عمرك في الديرة عندنا هناك طال عمرك، ثم طال عمرك والسلامة رأت كأن فيه أشخاص مجهولين، والمجهولين هذول طال عمرك جو عندها وهم يطردونها طال عمرك، يبغون يمسكونها، وكان معهم أطفال، ثم هربت، ويوم هربت طال عمرك رماها واحد بمسدس، رماها في رجلها ثم أصابها وهربت، واستمر طال عمرك رماها مرة ثانية، حتى أن طال عمرك أمسك بها وأخذوها طال عمرك كأنهم يبغون يأخذونها المحل غير معلوم. ثم في المنام طال عمرك رأت أن أخوها رجل أمن يا شيخ فهد، رأت يعني لابس البدلة وكأنها تناديه تقول له أحمد، فيقول لها بيده كذا، يقول شوية اصبري شوية. تقول طال عمرك والله إني أرى طال عمرك والسلامة الطلقات اللي في ساقي من الخلف زي العين. أنت شفت طال عمرك زعانف السمك يا شيخ فهد؟ أي نعم. تقول أنا أجدها طال عمرك والسلامة في رجولها من الخلف. تقول وبعدها طال عمرك صحيت من النوم كذا. أي هذا هو يا شيخ. طيب
وهرب. عندها مشاكل الآن بالأقدام، وحدث عندها مشكلة بالأقدام أو بالعظام بصفة عامة. نعم. طيب هذه تدل على، أو هذا الرمي اللي شافته بالمنام يدل على إصابتها. كذا أعطيك إياه من الأخير، ما راح أقعد أسأل. هذا واضح وضوح الشمس، هذا المنام يدل على أنها أصيبت بعين من أشخاص غرباء في أي مكان، ربما في سوق أو في متجر أو في استراحة أو في مكان، ولكنها أصيبت بعين من الرجال المؤذين الذين لم يذكرون الله سبحانه وتعالى، وهي غافلة عن هذا الشيء، فأصيبت فعلا. أصيبت أنها تشوف أخوها أحمد وهو رجل أمن أصلا وتسهم عليه على أساس يأمنها وما أمنها. هذا يدل على أنه والله أعلى وأعلم، أنه أنا ما أقدر أقول في خلاف بين الأخوان، لكن ربما أنها يعني تستعين فيك أنت أكثر من استعانتها بأخوانها أو بأي شخص آخر. وللأسف الشديد أنه هذا المنام يشير كذلك إلى أنه ما أمنت بأذكار صباحية ولا مسائية، وربما كانت غافلة في ذاك اليوم عن الأذكار الصباحية والتحصن، فأصيبت في ذاك اللحظة. واضح أنها بعين، والله أعلى وأعلم، وأسأل الله أن تزول بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا رقت نفسها الآن عاجلا بعد المنام هذا، ترقي نفسها مباشرة، لأن هذا الشخص الصائب بالعين شخص مجهول غير معلوم، فعليها بالرقية. وبعطيك الرقية إذا كنت الآن مسجل الشاشة سجلها، أعطيك مختصر لها، ترقي على زيت زيتون وتبدأ من اليوم، ترى ما تتجاوز يوم يومين 3 أيام بالكثير إلا زال هذا الأذى تماما بإذن الله. غفر الله لك. اي والله ودي تسجلوا الشاشة. نعم. طيب زيت زيتون خلني أعطيك إياها بالمشرمح، جيبوا زيت زيتون الجوف أو نادك اللي يجي علب، ولأنه هذا منتج سعودي وأنا أثق فيه صراحة. تفتحون الغطاء وتقرؤون فيه سورة الفاتحة مرة واحدة بنية الشفاء، ثم تقرؤون 5 الأوائل من سورة البقرة ومن الآية 16 حتى الآية 20 في سورة البقرة. بعدين في سورة القلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن هو إلا ذكر للعالمين. ثم تقرؤون بدايات سورة الملك، ثم تقرؤون قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، كل واحدة منهم مرة واحدة أو 3 إذا تدبرتوها. ثم هذا الذكر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة. ثم ينفذ شكرا يا دنيا، الله يجمل حالك، يكتب أجرك. شوف البث ما شاء الله 10,400 بدخولكم كلكم، تراها أكثر من كذا. ثم ينفذ بهذا الزيت وتبدأ من الليلة أو من بكرة بعد ما تجيب الزيت، خلنا نقول 5 ليالي متتالية من هذا الزيت، ملعقة كبيرة قبل وجبة العشاء بربع ساعة 20 دقيقة إلى نص ساعة، ملعقة كبيرة تشربه وبعدين تتعشى لمدة 5 ليالي متتالية. هي أو أي أحد في البيت عندكم يعاني من مشكلة، أو من كل من يسمعني مصاب بعين أو بحسد أو بسحر، يفعل ما ذكرت. والآية 23 في سورة الفرقان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم طبعا تشرب لمدة 5 ليالي، ومع ال5 ليالي هذه يعني من بداية أول يوم شرب. والدهان، الدهان وين يكون؟ دائما بالناصية اللي هو الوجنة الجبهة. شكرا يا دنيا الله يكتب أجرك يا دنيا، ما تحب تشوفنا بعيد، دائما حول المقدمة. كتب الله كل الداعمين عسى الله يبيض وجيههم. بعدين دهان الجبين زي ما قلت لك أخويا أبو فيصل، تدهن الجبين، تدهن الصدر كامل مع منطقة السرة. مهم جدا عندي كلكم أي أحد يقول لهم زيت زيتون على طول مباشرة على السرة تحطون فيه زيت وتمسحون الأقدام ليليا حتى يزول الأذى تماما. مهما كان الأذى بإذن الله يروح مهما كان.